يقول أبطال عصر. كان عندنا مصري عند أبوي الله يرحمه في المزرعة، ورقوه العجمان وحطوه فراش في المسجد، وخذ سنة ورقوه العجمان بدون الرجوع للحكومة إلى مذن. وتطور المصري وقام واحد من الجماعة وخذ أخته ورقيناه إمام. المصري ذا راح أخوي فهد اللي أصغر مني الله لا يجزاه خير وشرى له سيارة للمصري، وطاح المصري في المكدة يكد على السيارة، ولذان يتأخر ثلث ساعة، يبكر 10 دقائق علشان يروح العبرية. أنا انتظر لي اتصال مع اللذان ولا جاني الاتصال، والاتصال ما يجيني إلا مع اللذان اللي راح أبوها يصلي، يخلي الوجار على التلفون على الوجار، والمصري راح يكد ولا الذن. وأقول أبطال عصر وأنا أتحرى الدقين دقي عساه ما يموت ما تم ذانه. أبطال عصر وأنا أتحرى الدقين دقي عساه يموت ما تم ذانه. يا بهجة الوجدان يا قرة العين يا طلق وجه الضاعن يا لسانه يا خوخ يا عرموط يا عنب يا تين يا ترنج يا رمان يا بردقانة يا شيخة النسوان يا قمة الزين يا علو الأشياء يا سنام المكانة يا ملح يا دلوعتي يا قبالين يا نوثة الغضات يا خيزرانة يا ضخم مقفى يا نعم أطراف يا ليني الميت يقطع ضماك بحنانه، واضفي طرف غصنك على راعي الدين. أنت لبن شلحاط مانع مدانة وعفاك عن دينك. غلا كود ثنتين، الأول أحبك والأخرى الأمانة، أمانة ما تنعطى للموالين. يكود ديانك عشانه إيه عشانه من حساب المجانين، وانت عساه فداك زتي جنانه. تكفين دقي عجلي مت تكفين يا جوهرة يا كهرمان ويا دانة. سلامتكم.